السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله اليوم 130 في عمر الفراغ بتاعتنا البلدي والهجيني ما شاء الله. الفراخ كويسة خالص. انا بديلهم شوية عيش كده ياكلوهم ماشي مع برضو اللي انا حطاه. انا حاطه لهم اكل تاني، وحاطه لهم اكل دي، حاطه لهم ذره، حاطه لهم اكل تاني. بصوا يا جماعه العيش نعصروه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لان هو لو مليان ميه كتير مش هياكلوه، عشان هيبقى ممكن يبوظ بقى في الميه، يعني ممكن يستنى فتره كده في الميه. لكن احنا لما بنعصروه نحطه لهم كده بس ما شاء الله ما بيخلوش فيه اي حاجه اهوت. يا جماعة يبتدوا ياكلوا فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفراخ يا جماعة سقعانين، الدنيا ساقعة، عاوزين يتعرضوا للشمس. انا عندي هنا قدام الأوضة بتاعتهم دي عندي حتة زي بلكونة كده الشمس بتدخل فيه. يعني كل يوم كده الصبح لما الشمسية بتيجي فيها كده على الساعة 10 ممكن نسيبهم يطلعوا في الشمس، بحيث ان هو يتعرضوا للشمس يعني وكده. فالشمس كويسة عشانهم خالص، بتخلي حتى الفراخ كده تبقى كويسة معاكم ومنعنشة يعني. اهم حاجة الشمس الفترة اللي جاية ديت بالذات لما يبقى داخل عليك الشتاء، الشمس جميلة خالص ليهم. بصوا انا العيش ازاي حاساهم سقعانين، مش عارفة يمكن عشان انا سقعانة مثلا ولا حاسة بيهم، حاساهم سقعانين. استنوا كده سقعانين والله، حاسة سقعانين، رجليهم سقعان. السقع يا جماعة غلط عليهم، عاوزين يتعرضوا للشمس فترة طويلة. هطلع دلوقتي اقعد لهم برا شوية واعرضهم للشمس، بس مش هينفع اصور وانا برا. انا ممكن اصور وانا فاتحة عليهم الشمس ما اعرفش اسيطر عليهم، يعني ممكن يطيروا ولا حاجة. فانا هعمل هبقى بعد التصوير هقعد شوية برا واعرضهم للشمس علشان خاطر يشوفوا الشمس وكده. عاوزين بقى فترة تغيير الفصول ديت الفراخ تتعرض للشمس كويس، ونبتدي نحط لهم اي حاجة كده ترفع المناعة بتاعتهم، بحيث ان هما لو حصل لهم اي دور برد او اي حاجة يبقوا قادرين يستحملوا. نجيب لهم حاجات مضادات كده للبرد، مثلا ممكن تحط لهم بريفو في المية. انا على طول بحط له بريفو، احط حبتين بريفو كده في المية او اي حاجة، بحيث ان هما يبقوا كويسين معاكي كده يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. فراخ كويسة بس هي سقعانين بس. الفرخ خفف معاكي شوية كده، مش الحاجة لما باكلها كده مش عارفة ما بتمرش عليه. لما تدفيهم بقى تحس ان الفراخ بتاكل وبيبان عليها وان هي بتزيد معاك وبتبقى كويسة او كده. اقول لكم بقى كان عندي حمامة بايعة، حمامة اهوت. بصوا الحمام مرحب بيه ازاي، عاملين له اصدقاء. كنت مدخلاهم جوه القفاصة دي، جايبهم يولفوا على بعض كده ان شاء الله، يعني يبقوا كويسين، تلاقيهم بيرحبوا ببعض.
يرحبوا بيهم هناك. والفراخ كمان راح ترحب بيهم. سيب لهم الدنيا مفتوحة كده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.